عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنا كده عندنا وركين قسمينهم بالنص وغسلناهم كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا برمي الكبدة اللي هي في الورك دي لاني انا مش بحسها. ودي البطاطس بتاعتي مقطعاها بالشكل القمر ده كده. وده ايه؟ ملح وجوزة الطيب وورق لورا و... وقرفة وحبهان وفلفل اسمر ومكعب دجاج. وكان عندي هنا الصلصة عاملة متسبكة وبصل وتوم والبطاطس بتاعتي. هعمل فيها ايه بقى البطاطس بتاعتي؟ الفراخ بتاعتي هديها كده كام ايه خبطة كده بالسكينة بالشرخ كده عشان التوابل بتاعتها تدخل فيها. حكاية احلى صينية بطاطس قسما بالله تعمليها تحفة تحفة تحفة. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لمطبخ السعادة، ويا رب دايما تكوني في سعادة ومن سعادة لسعادة لسعادة أكبر على قلوبكم، ويا رب دايما تكونوا دايما بخير. هنا كده ده ملح وفلفل أسمر و7 بهارات وحبة قرفة صغيرين. هقلب كل الكلام القمر ده وهسيب الفراخ بتاعتي تشرب من التوابل بتاعتها عقبال ما اعمل انا الاكل بتاعي. الناحية التانية دي صينية اللي انا هعمل فيها ايه؟ صينية البطاطس. عملت ايه؟ حبة زيت مع كام مكعب زبدة كده. الزبدة دي اللي هي الصفرا الفرن، بس ايه بحط لها الزيت عشان ما تتحرقش معايا. هنا كده بصوا بعد ما سخنت معايا بالشكل ده بنزل بالفراخ بتاعتي من ناحية الجلد. تحرمش كده. والله طريقة صينية البطاطس دي انا ما كنتش بحب اكل صينية البطاطس اللي بالفراخ. من ساعة ما بقيت اعملها بالطريقة دي عادي ممكن اعملها اسبوعيا. سهلة وبسيطة واكلة سريعة. هي فيها كذا خطوة بس بجد بيفرقوا قوي. هنا كده مكان الفراخ بتاعتي نزلت بالبصل والثوم بس. دي كده خطوة ما فيهاش اي حاجة على ما اعتقد سهلة. هشوح البصل بتاعي وفصين الثوم دول ودوا صينية البطاطس في حتة تانية تالتة رابعة خمسة كده زي ما انتي عايزة بقى. بصوا كده هنزل بالبطاطس بتاعتي تتشوح. هتقولي لي البطاطس بتتشوح؟ تتشوح كده لونها هيغير تبقى عاملة زي الازاز كده شوية او شفافة شوية. طبعا احنا عارفين يعني خطوات كل اكلة ما شاء الله علينا. كلنا عباقرة في بيوتنا وفي مطابخنا. هنا كده بصوا اللون بتاعها بدأ يغير. نزلت بالصلصة. الصلصة دي كانت عندي متسبكة جاهزة ما فيهاش اي حاجة غير ان انا طشاها بزيت ومسبكاها. دي كده كل علاقة الصلصة بتاعتي دي. وما كترتش صلصة لهدف اني انا مش عايزة البطاطس كده والفراخ يكونوا معجنين في الصلصة. هنا ده ورق لورا وقرفة. ورق لورا، فلفل ابيض، شورباية دجاج، فلفل اسمر، قرفة، جوزة الطيب، حبهان وملح وبس. والله بس كانت بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حكاية. انا باكل كده بنفس بجد. بحب صينية البطاطس دي أوي. هنا كده من الحنفية كوبايتين مية صغيرين او فنجانين مية صغيرين علشان الحلح الكلام القمر ده كده. بس كده هسيب بقى ايه كده. بصوا هنزل بقى بالفراخ بتاعتي ازاي. هوسع لها دلوقتي. بزودها مية تاني علشان الفراخ بتاعتي تستوي. انا الفراخ بتاعتي ما استوتش، انا صدمتها بس. يعني هي اصلا كده مصدومة ما فيهاش اي حاجة. يعني ما استوتش، انا اديتها الوان بس كده من بره. عايزة اقولك ما شاء الله الله اكبر كانت جامدة جامدة جدا. انا بفكر نعمل بطاطس النهاردة تاني مش عارفة ليه. بصوا البهاريز اللي وقعت من الفراخ دي بحطها برضو حكاية. هسيبها بقى دي تتكتك مع نفسها. دي سمنة بلدي انا اللي كنت عاملاها في البيت، وان شاء الله هبقى انزل طريقتها معاكم في فيديو يعني ان شاء الله. هعمل حبة رز حبة وحبة. غسلت الرز بتاعي نزلت بحبة رز صغيرين كده ياخدوا اللون بتاعي الذهبي كده. وهوريكي حبة الرز دول يعني مع البطاطس. ايه يا جماعة ده؟ ايه الاكلة دي؟ ما شاء الله اللهم بارك. بجد تسلم ايدي يا جماعة تسلم ايدي بجد. بصوا كده بقلب بقى الرز بتاعي ياخد لون.
بصوا بقى اقلبه كده علشان ما ياخدش لون من من حته وحته تانية، لا كان حكايه. الله اكبر على الاكل، الله اكبر على الاكل يا جماعه بجد. ما شاء الله، اللهم بارك على صينيه البطاطس القمر دي، بجد بجد جميله جدا. هنزل ببقيه الرز بتاعي كده، اشوحه كده اللي هو ايه، الرز بتاعي مغسول فلازم انشفه كويس على النار علشان خاطر ما يعجنش معاكي، ما تخليش الرز بتاعك يكون فيه ميه كده وتسقيه ميه، لا مش عايزه الرز بتاعك، عايزاه كده يبقى مفلفل وجميل ومفيش حبايه لازقه في اختها. اعمليه بالطريقه دي، يا اما ما تغسلوهوش خالص لو انت واثقه في نظافته، وملح. انا بالنسبه لي الرز ما بيتبلش باي حاجه غير الملح. في ناس بقى بتحط له ورق لورا وحوارات، انا لا بغطيه وبوطي عليه. استوى، بص الفراخ بتاعتي استوت، الرز بتاعي زي القمر، بطاطس بتاعتي لا بجد بجد جميلة جدا. انتظروني في فيديو جديد واقول لكم باي، نورتوا قناتي.